في إحساس كده محدش شايفه غيرك، دي خنقة، زهق، حتى لو بتضحكي. طب ليه؟ ليه قلبك مش مرتاح؟ مش عشان حياتك وحشة ولا عشان انت ضعيفة أو محتاجة لحد، بس لأن في حاجة ناقصة، حاجة قلبك محتاجها جدا بس انت ناسية تديها له. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني ببساطة القلب من غير ربنا بيتخنق. جربتي تفضفضي لحد ولسه برضو مخنوقة، لسه في تقل على قلبك، حاسة ان انتي الدنيا دي مش سايعاكي. جربتي تخرجي ولسه نفس الإحساس. عارفة ليه؟ لأنك بتعالجي العرض مش المرض أو السبب. ايه هو السبب أو ايه هو الحل بقى؟ الحل مش صعب، بس محتاج وقفة مع نفسك وقلبك، محتاج صدق، محتاج تحسي فعلا أو تعترفي فعلا ان انت عندك مشكلة. قومي دلوقتي توضي وصلي ركعتين لله. قولي: يا رب أنا بين إيديك، أنا تعبانة ومحتاجالك، أنا برمي حمولي عليك، أنا بتوكل عليك يا رب. هدي بالي كده وريح قلبي. افتحي المصحف واقري فيه حتى لو صفحة واحدة بس اقريها بقلبك. خلي قلبك يسبق عينيكي ودماغك. استغفري ربنا حتى لو عدد قليل، ما تشغليش بالك. ما عندكيش مذبحة على صوابعك وعلى ايدك، لان ايدك دي هتشهد لك يوم القيامة هل كنتي بتعملي بقى حاجة صح ولا حاجة يعني مش صح. المهم انك تستغفري، وزي ما قلنا بقلبك. صدقيني اول مرة هترجعي فيها لربنا بجد هتحسي براحة غريبة. بس ان مشاكلك وقتها مش هتبقى اختفت، لا، لان قلبك اخيرا لقى مكانه. اعملي التحدي ده 3 ايام. 3 ايام الصلاة في وقتها، ذكر يومي ولو بسيط، وكمان قرآن. اقرأي، خلي ليكي ورد قراءة كل يوم. ولو حسيتي بالفرق ارجعي اكتبي لي تعليق انك بدأتي بداية صح. يمكن تكون هي دي البداية لأجمل تغيير في حياتك. ما تسيبيش نفسك لوساوس الشيطان، خليكي مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو الفيديو لمس قلبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في قناتي، وتكتبي في الكومنتات: يا رب أنا تعبانة بس محتاجالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.